أستاذ أحمد، أتمنى على الناخب الكويتي وبالذات الشيعي أن لا يزيد النواب المظلومين ظلما. فالآن بعد الإصرار على المشاركة الصح الثبات في الموقف. أنا رجل أساسا عسكري، أقول ثابت على موقفك أبدا. صوتوا للي صوتوا لهم بالانتخابات الماضية وكفى. ولهذا ستجدون أن هذا المخطط يفشل. حضور ومشاركة. أي دعوة لمقاطعة ارفضوها، لأن عمر المقاطعة لم توصل حق لأصحابها. في العراق الشيعة قاطعوا سنة 1920، 80 سنة كانوا برا الحكم. اخواننا في المجلس المبطل، الاغلبيه المبطله، قاطعوا في الانتخابات الماضيه، اصبحوا يغردون خارج السرب الى ان شبه انتهوا اتوا الان ودخلوا الانتخابات. فالمقاطعه واي دعوه للمقاطعه بغض النظر مع كل التقدير والاحترام لمن يطلقها، الا انها حقيقه لا توصل الحقوق لاهلها، بل تؤكد على حرمانهم من حقوق. خلصت ابو طلال؟ تفضل.